خبر مثير للجدل. استطاعت مؤثرة تدعى ياسمين أن تحصد أكثر من 300 ألف متابع على تطبيق تيك توك، مستعملة أسلوباً مثيراً للجدل ومظهراً خارجاً عن المألوف. فقد كانت تظهر في مقاطع الفيديو وهي متبرجة وتتصرف على أنها فتاة مستعينة بشعر اصطناعي ومعدات تجميل تخفي حقيقتها. بعد تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت السلطات المعنية وتوجهت إلى المكان الذي كانت تبث منه مقاطعها المباشرة. وأثناء التحقيق تبين أن ياسمين في الحقيقة شاب يتقمص شخصية فتاة من أجل الشهرة وجذب المتابعين. هذا الاكتشاف أحدث صدمة كبيرة لدى متابعيه، وأثار نقاشاً واسعاً حول ظاهرة التقليد على المنصات الرقمية، وحدود الحرية في صناعة المحتوى، ومسؤولية المستخدمين أمام القانون والمجتمع.